وهنا السؤال المهم، لما كل حاجة معروفة ومؤكدة بالشكل ده، ايه سر الوحشية والهمجية اللي بنشوفها بالذات الأيام دي؟ لازم ناخد بالنا ان اللي بيعمله اليهود دلوقتي ملهوش غير تفسير واحد بس، وهو ان عندهم رعب وخوف حقيقي من شيء غامض. بس أظن دلوقتي الرؤية وضحت بالنسبة لنا. ولما السياسيين بتوعهم وبالأخص الصهاينة يتكلموا عن الشيء ده، هنا يبقى الموضوع غريب وحقيقي فعلا. والسياسيين دول ما اكتفوش بكده، لكن كمان حددوا وقت زوالهم، لحد ما بقت الفكرة دي كابوس يقلق منام الصهاينة. والكلام ده مش كلامه خلاص، وأكبر دليل عليه مقال رئيس الوزراء الصهيوني السابق إيهود باراك اللي اتنشر في 2022 في صحيفة يديعوت أحرنوت. باراك في المقال ده كشف البعبع المستخبي في كواليس المنظمات الصهيونية، وحذر من زوال إسرائيل قبل ما تكمل عقدها الثامن.